ايه ده؟ بتقول ايه؟ انا اللي هساعدك في ان انت تحصل غرام الكهرباء؟ انا يا ابني اشكرك على ثقتك الغاليه والله. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه سبحان مغير الاحوال، لكن ان عرف السبب بطل العجب. تعال بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي. حلقه التمنيه الثانيه النهارده، ولسه معانا حلقه السهره بالليل ان شاء الله. لكن في البدايه كالمعتاد بشكركم على دعمكم المستمر لغايه ما مشكله الاشعارات تتحل. يلا اضرب عينيك كده على زرار الشير، وصل الحلقه ل 100 شير. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه، هو كل امواتنا جميعا. دعائنا لاخواتنا في فلسطين بنصر قريب يا رب. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. وانا موافق يا عم المارشال، بس على شرط انها تكون متذاعه. يبقى على خير. النادي الاهلي النهارده بيواصل تمارينه مع اللعيبه الدوليه. يا جماعه النهارده اللعيبه الغير الدوليه راحه، والله بقى تسميها تظبيط احمال، راحه للعيبه اللي كانت بتمرن الفتره اللي فاتت، سميها زي ما تسميها. بكره ان شاء الله اللعيبه كلها ترجع تتجمع مره ثانيه في تمرين هيكون موجود فيه كل الفريق. طلب مهم من مارسيل كولر حصل على مدار الساعات اللي فاتت، والراجل دماغه هي يا جماعه. بعد ما المساعدين بتوعه اقنعوه خلال الفتره اللي فاتت والله اكتفي بوديه واحده عشان ما يبقاش فيه اصابات ثانيه داخل النادي، لكن الراجل شايف ان الفتره طويله جدا من هنا لماتش شباب بلوزداد. الراجل شايف ان الفتره الطويله دي ممكن نستغلها في ماتش جديد، نجرب بقى مزيج ما بين اللعيبه اللي كانت موجوده واللعيبه الدوليه اللي رجعت، نجرب خطط لعب جديده، توظيفات جديده هتكون مفيده جدا بالنسبه للفريق. بالنسبه لموقف اسامه ابو علي لغايه دلوقتي واضح انه بعيد تماما يا جماعه عن موضوع وجوده مع بعثه النادي الاهلي في الجزائر، وده اللي يفسر يعني الجلسه الطويله اللي جمعت ما بين مارسيل كولر وانطوني موديست على مدار الساعات اللي فاتت. جلسه مطوله مارسيل كولر دعم فيها موديست والمستوى اللافت جدا اللي ظهر بيه خلال الفتره اللي فاتت. في النهايه هي منافسه تفيد النادي الاهلي. لكن سؤال ليك قبل ما نروح للخبر اللي بعده، بما ان بقى عندنا ان شاء الله وسام علي لما يرجع من الاصابه، وعندنا انطوني موديست ومحمود عبد المنعم كهربا، شايف ان من المفيد ان النادي الاهلي يغير خطته الفتره اللي جايه لاثنين مهاجمين بدل من واحد بس؟ تعال بقى نروح للخبر اللي بعده. وعجبني جدا بصراحه حاله التوحد والثقه اللي بيتم دفعها لحسام حسن على مدار الساعات اللي فاتت بقى بعد ما الموضوع بقى امر واقع. يا جماعه حسام حسن مدير فني رسميا لمنتخب مصر. النهارده طلع جمال علام رئيس اتحاد كره القدم المصري دعم حسام حسن بشكل قوي جدا رغم الاخبار اللي كانت بتقول انه بيتفاوض مع مدربين تانيين. الراجل النهارده قال كل الدعم لحسام حسن في كل الطلبات اللي هيطلبها للقياده الفنيه لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. والله ده لو عايز طبيب نفسي، ده احنا ما عملناش قبل كده في المنتخب، اجيب له طبيب. اهم حاجه يكون جاهز خلال الفتره اللي جايه لمعسكر منتخب مصر في مارس اللي جاي. الراجل اكد المعلومه اللي قلتها امبارح، واللي سمع الكلام ده ينزل يقول لي حصل يا دوله في التعليقات لما قلت لك ان ظهور حسام حسن الاول مش في شهر 5 زي ما الناس بتردد، لا في شهر مارس اللي جاي للدوره الوديه لمنتخب مصر هيلعبها في الامارات. ان كان ده تمهيد من جمال علام نحطه على جنب، هو كده كده رئيس اتحاد الكوره، لكن كلنا عارفين يعني انه لا علاقه ليه ولا جمل في الموضوع. نروح بقى لتصريح وزير الشباب والرياضه اللي النهارده يعتبر اتكلم وده تمهيد مهم جدا عن علاقه محمد صلاح وحسام حسن خلال الفتره اللي جايه. واتكلم وقال حسام هيكون داعم لمحمد صلاح، ومحمد صلاح لاعب مهم للمنتخب، وصلاح هيكون مساعد كمان لحسام حسن في مهمته اللي جايه، والاثنين اساسيين بالنسبه للمنتخب خلال الفتره اللي جايه. اذا في تمهيدات عشان الراي العام اللي كان بيقول هيبقى في خلافات ما بين حسام وما بين محمد صلاح. كل الرؤوس الكبيره في منظومه الكره المصريه بتحاول تهدي الموضوع تماما. وعجبني اكتر موضوع تسريب الراتب بتاع حسام حسن اللي بيقال ان هو لم يتجاوز المليون جنيه، فرق كبير جدا. واعتقد انه جه تسريب في الوقت المناسب ومقصود عشان تهدئه الراي العام، سواء من ناحيه حسام حسن وانه هيدير المنتخب بالفتره اللي جايه بدون اي مشاكل، وفي نفس الوقت موضوع الراتب والدولار حلناه. روي فيتوريا كان بيتقاضى 200,000 دولار بما يعادل 12 مليون جنيه في الشهر الواحد، حسام حسن مش مكمل 13-14,000 دولار. مش كده بس، اتحاد كره القدم المصري كمان نزل صوره للرخصه بتاعه حسام حسن التدريبيه، عشان في بعض الناس طلعت على مدار الساعات اللي فاتت تقول لك يا جدعان انتوا جايبين مدرب لمنتخب مصر ما معهوش رخصه تدريبيه. والاتحاد اكد ان حسام حسن عنده رخصه الكاف ايه، فاضل بس ان كابتن حسام ان شاء الله يظبط انفعالاته مع اول مؤتمر صحفي هيتعمل للاعلان عنه كمدير فني للمنتخب المصري. ما هو استعد بقى الاسئله كتير، مالك ومال محمد صلاح؟ هتشاركه ولا لا؟ هتشيل شرط الكابتنه منه ولا لا؟ موضوع عمر كمال عبد الواحد وسعفان الصغير مع محمد الشناوي، يا ريت كابتن حسام يكون مجهز اجابات دبلوماسيه بدل الاجابه المشهوره عنه مزاجي كده. تعال بقى نروح لاغرب تصريح ممكن تسمعه في حياتك. كابتن حسين لبيب طلع خلال الساعات اللي فاتت في لقاء فضائي قال يا جماعه اولا كده بالنسبه اللي هيسالوني عن موضوع غرام الكهرباء، عايز افاجئكم واقول لكم ان انا فاتح خط مفاوضات مع النادي الاهلي لمفاوضات عشان اقناع اللاعب بدفع الغرامه. بصوا هي الغرامه مش على النادي الاهلي، احنا عارفين الكلام ده، لكن اللاعب بيلعب
داخل النادي الاهلي والاداره تقدر تكلم اللاعب ان هو يدفع الغرامه. وكلنا اثبتنا للناس كلها خلال الشهرين اللي فاتوا احنا كنادي الزمالك مش واقفين على الغرامه دي، حلينا ازمه القيد، جبنا صفقات جديده. فاللي كان بيكيد في الموضوع بيقول لك لا ما تدفعوش الغرامه عشان ما نجيبش صفقات جديده، الموضوع اتحل اهو بقى يا جماعه، خلصونا بقى. الله ايه ده يا دوله، ايه الكلام ده؟ اقول لك ايوه، ما هو لاحظ معايا دي اول مره في مجلس اداره نادي الزمالك الجديد حد يطلع ما يزيدش على كهربا يقول لك لا نقبل تقسيط غرامه كهربا، وكهربا لازم يدفع الغرامه كلها. لكن في اسباب مهمه جدا خلي الكابتن حسين لبيب يطلع يتكلم الكلام ده. اولا كده يا جماعه، اداره نادي الزمالك على المستوى القانوني اتاكدت على مدار الساعات اللي فاتت ان كهربا موقفه قوي جدا في القضيه، خاصه مع اعداد الفريق بتاع المحامين لكهربا ادخال نادي ديبورتيفو دي افيج كطرف جديد في القضيه وبشكل رسمي. والنادي جاب اسمه وسيرته في الجلسه اللي فاتت، لكن رسميا هيكون طرف جديد موجود في القضيه يا جماعه. وده بعد الحلقه اللي كانت من 3 4 شهور واللي عملت فيها انفراد معاكم، واللي سمع الانفراد ده يقول لي حصل يا دوله في التعليقات. قلت لك وقتها مجموعه ساد المملوكه لناصف سويرس راجل الاعمال الكبير جدا اشترت نادي ديبورتيفو دي افيج، ودلوقتي النادي بقى ليه كيان قانوني وملزم قدام الفيفا انه يدخل في القضيه مره ثانيه عشان يتناصف الغرامه مع محمود عبد المنعم كهربا. طب التاكيدات القانونيه دي ظهرت دلوقتي يا دوله؟ يا جماعه ظهرت دلوقتي. وده ليه؟ لان الكاس او المحكمه الرياضيه الدوليه لسه خلال الساعات اللي فاتت مجدده رول المحاكمات اللي المفروض هتنظر فيها او الدعوات القضائيه اللي هتنظر فيها على مدار سنه 2024 او على الاقل لغايه النص الاول من 2024. ومن هنا لشهر 5 اللي جاي لك ان تتخيل ان كهربا ما نزلش اسمه في ولا رول من رولات المحكمه خلال الفتره اللي جايه. وده اللي يعني ايه؟ نادي الزمالك يا اما يحاول يسلك كل الطرق ان هو يضغط على كهربا عشان يدفع الغرامه اللي طبعا حاطط رجل على رجل ومش هيدفع غير نصها وبالتقسيط كمان، يا اما ما فيش قدام نادي الزمالك غير انه ينتظر يا جماعه لغايه شهر 5 اللي جاي. يمكن الرولات اللي هيتم الاعلان عنها يكون موجود فيها كهربا، ولك ان تتخيل ان كهربا ان شاء الله مع الرول اللي جاي ليه الحق ان هو يستأنف مره واثنين وثلاثه على موضوع ان النادي البرتغالي ده لازم يشيل نص الغرامه. عرفتوا بقى يا جماعه ليه كابتن حسين لبيب اللي طلع في شهر 9 2023 يقول لك كهربا لو ما دفعش الغرامه لغايه اما اعتزل انا هكون فرحان فيه ان هو اعتزل، وجمهور نادي الزمالك ما عندوش اي مشكله ان هو يدفع الغرامه لنادي الزمالك. ما بين كابتن حسين لبيب فبراير 2024 بنتوسل اليك يا اهلي ان انت تحل لنا المشكله. تعال بقى نروح للخبر الاخير السريع عن سوق الانتقالات. اعمل لايك، اعمل كومنت، بص على زرار الشير كده لو ما وصلناش ل 100 يلا كمل ال 100 شير. دعم اخواتي انا منتظره وبشكركم جدا على دعمكم. وطلب مفاجئ من مارسيل كولر واستعجال. ايه الجديد في موضوع إليو ديانج يا جماعه؟ كنت بتقولوا ان في عروض كتيره جدا جايه له الفتره اللي فاتت، هيتباع ولا مش هيتباع؟ قاعد ولا مش قاعد؟ سوق الانتقالات شغال اصلا ولا مش شغال؟ مارسيل كولر سبب سؤاله ده يا جماعه انه ابتدى يقتنع تماما ان إليو ديانج مع الفرص اللي خدها في المراكز الجديده اللي كان بيحاول ان هو يوظفه فيها على مدار الشهور اللي فاتت، اللاعب مش متقبل التوظيف فنيا في المراكز دي. والسؤال ده هدفه ايه بقى يا جماعه؟ امتى احمد القندوسي هيرجع للنادي الاهلي وامكانيه عودته هتكون امتى في اقرب وقت ممكن؟ ده سؤال مارسيل كولر بعد التالق الكبير جدا للقندوسي اللي عمله في النص الاول من الموسم واللي كمله في مباراه سيراميكا كليوباترا امبارح نادي الاتحاد السكندري بعد ما قاد فريق سيراميكا كليوباترا للعام الثاني على التوالي للوجود في نهائي بطوله كاس الرابطه. احمد القندوسي سجل جون امبارح يا جماعه عشان يرفع رصيده من الاهداف في ظرف 9 ماتشات لعبها مع نادي سيراميكا كليوباترا ل9 مساهمات، سجل 7 اهداف وصنع هدفين. ما اقدرش اقول ان كولر غلطان ان هو خلى القندوسي يخرج على سبيل الاعاره، بالعكس اقدر اقول ان الراجل كان عنده بعد نظر. الراجل كان عايز اللاعب يبقى موجود في الدوري المصري يحتك اكتر بالملاعب المصريه عشان يزداد خبره، عشان تكون عودته للنادي الاهلي تكون مكسب كبير. تخيل معايا كده خط نص النادي الاهلي الموسم اللي جاي ان شاء الله مروان عطيه ومعاه امام عاشور ومعاه احمد القندوسي. فين يا جماعه وبدون مبالغه اللي بيتفرج على القندوسي من بدايه الموسم لغايه دلوقتي يتاكد ان احنا عندنا نسخه مصغره جديده من كابتن محمد ابو تريكه. انت كمان قول لي رايك في التعليقات، شايف ان إليو ديانج وبيعه ورجوع احمد القندوسي هيكون افيد للفريق ولا الدنيا ممكن تمشي ازاي بالظبط؟ لو في ايدك القرار وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه السهره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.